باش تلقى حسنه اللي تناسب وجهك وتزيدك جمال، خاصك تعرف ان القضيه ماشي غير على الشكل ديال الوجه بحال كما كيروجوا بزاف ديال الناس في فيديوهات يوتيوب. في هذا الفيديو غادي نشرح لك 4 ديال القواعد الاساسيه اللي خاصك تتبع باش تختار حسنه اللي تناسبك. معكم ايغو، لايك، ابوني، يلا نبداو. القاعده الاولى، العرق ديالك. واحد الحاجه اللي كيتجاهلوها بزاف هي ان العرق ديالك كيأثر بزاف على الحسنه اللي غادي تناسبك. مثلا الا كنتي شاب اسود وشفتي شي فيديو على الحسنه، غالبا غادي يقول لك دير الحسنه على حسب الوجه ديالك، وغالبا غادي ينصحوك بواحد الحسنه اللي هي السايد بارت الا كان عندك وجه بيضاوي. ولكن من بعد فاش كديرها كتلقى راسك ما كتبغيش المظهر ديالك. اما الشباب البيض عندكم اختيارات كثيره بحال ستريت ميدل بارت او الفرنش كروب طويل شويه ولا الشعر كيرلي. اما بالنسبه للشباب السود او لاي سكينز، احسن حسنات اللي هي دريدز، الباسكات مع ميدل كرونرز، الكيرلي طويل. اما الاسيويين الجنوبيين الشرقيين، الحسنات اللي غتجي معاهم بحال الشعر المموج او الفلوفي فرينك غادي تجي معاهم بلان. الاسيويين البويض عندهم بزاف ديال الحسنات بحال تو ميدل بارت، البلوك او الولف كوت هي اللي كتجي معاهم. القاعده الثانيه، العمر ديالك مهم بزاف. انا نعطيك واحد المثال بالجنس اللطيف. من 15 ل 20 عام البنات في هذا العمر كيبغيو الشعر طويل شويه وطبيعي بلا منتجات ما كيهمش. اما فوق ال 20 عام البنات كيبغيو المظهر الرجولي، يعني حسنات كيبان فيها الوجه بشكل واضح وكتبرز الحواجب. حتى الا كان عندك شعر طايح خصك توقف تساقط الشعر ديالو في اسرع وقت صديقي. القاعده الثالثه، النوعيه ديال الشعر. النوع ديال الشعر ديالك كيحدد لك الحسنه المناسبه لك. الا كان عندك شعر خفيف بعد من الحسنات الطويله حيت كيبان ديما بحال فازق وماشي بلان. اما الا كان عندك شعر مستقيم بزاف اي حرج ما تقدرش دير له كيرلي، ولكن تقدر تخليه ممواج بالطريقه التاليه اللي غادي نقول لك عليها. غسل شعرك مره واحده بالشامبو في السيمانه ومورها دير كونديشنر. خدم لك واحد السياسه سبراي وديفيجر من بعد كل غسله درتيها، ومورها دير السيشوار باش الشعر كينشف ويشد داك الشكل المموج. ندوزو للقاعده الرابعه والاخيره، الشكل ديال الوجه ديالك. باش تعرف واش الحسنه قصيره ولا طويله اللي غادي تناسبك خاصك تقيس النسبه ديال الوجه ديالك بطريقه علميه، ماشي غير تشوف الشكل العام. خاصك تراعي العرض والطول والنقطه اللي كيبان فيها الوجه ديالك اعرض، والحجم ديال الجبهه ووسط الوجه وزاويه الفكين. الا بغيتي تعرف الطريقه الصحيحه باش تقيس هذا الشيء وتختار الحسنه المناسبه اللي تجي معك، فراه ديجا داير فيديو على هذا الشيء، رجع للشين غتلقاه حاطولك في اول كومونتير اولا في الوصف. هذا مكان تهلاو.